الفيديو بتاعنا النهاردة للناس اللي بتحب الأكلات الشعبية وأكلات المصامت. يحضروا معايا هنا علشان هنعمل أحلى لسان ممكن تجربوه، وهنحمره كده في شوية سمنة بلدي وهنعمل منه أحلى سندوتشات. يلا نصلي على سيدنا النبي ونشوف الفيديو هنسمي بتاعنا. الله، ومعايا مية بتغلي على النار هحط فيها اللسان بتاعي. اللسان ده أنا غسلاه تحت مية جارية بمعلقة ملح واحدة من غير ما أضيف فيه أي حاجة تانية لحد ما بقى معايا زي الفل. هسيبه في المية دي يغلي كده لحد ما يطلع كل الريم بتاعه. هبدأ انضف كل الريم ده منه بالشكل ده، وهغطيه واسيبه كمان 10 دقايق لحد ما الاقي الميه بتاعته بقت صافيه جدا. بعدين هشيله من الميه دي وهقلب الميه دي، وهغسل الحله بتاعتي كويس قوي وهرجعها على النار فيها ميه بتغلي تاني. هنزل باللسان بتاعي تاني في الميه دي واحط فيه جزر وبصل وطماطم وشرايح من الثوم، ورق لورا، حبهان، وفصوص من الفلفل الاسمر. وانا بفضل الفلفل الاسمر حب علشان ما يغيرش لون اللحمه. هسيبه بقى يغلي في الميه دي 10 دقايق كده على نار عاليه، وبعد كده ههدي النار عليه خالص لحد ما يستوي. هنا كان عدى ساعه ونص بالظبط، حطيت له الملح بتاعه وبدات اختبره بالسكينه كده، كان استوى معايا وبقى زي الفل. سيبيه يستوي براحته خالص عشان هو بياخد وقت في التسويه. طلعته كده من الشوربه، وشايفين الشوربه بتاعته صافيه جدا وريحتها جميله. لو عايزه تستخدميها في اي حاجه تقدري تستخدميها. هنا لازم اللسان بتاعي يتقشر وهو سخن جدا، لاني لو سبتيه يبرد الجلد ده هيلزق عليه ومش هيتقشر معاكي بسهوله. فلازم تطلعيه من الشوربه وتقشريه وهو سخن جدا، وبعد كده تسيبيه يبرد خالص وتبداي بقى ان انت تقطعيه. ما ينفعش تقطعيه وهو سخن هيفرول معاكي، لكن سيبيه يبرد كده هيتقطع معاكي زي ما انت شايفاه حلقات. انا بحب اقطعه حلقات متوسطه، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. بعدين حطيت طاسة فيها معلقة من السمنة البلدي، وهنزل بقى بشرايح اللسان بتاعتي، وهضيف عليهم رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح. أهم حاجة تكون النار تحت المتوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان ما تلسعش اللسان بتاعك ويبدأ ان هو ينشف منك. يعني احنا عايزينه متحمر وفي نفس الوقت يكون طري وجوسي كده معانا. ابدا احمره على كل جانب كده بالشكل ده، وهيطلع معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خطير يا جماعه، ريحته وطعمه تحفه، وبجد اللي مش بيحبه يجربه هيعجبه جدا. انا هنا كنت خابزه عيش ونزلت لكم فيديو العيش ده، هتلاقوه قبل الفيديو ده على طول، عشان لو حابين ان انتوا تعملوا عيش طازه كده في البيت وتعملوا منه السندوتشات الحلوه دي هيبقى احلى بكتير. جبت العيش بتاعي، حطيت فيه جرجير وحطيت فيه اللسان بتاعي، وكنت عامله سلطه طحينه حلوه قوي كده، قوامها متوسط مش تقيل قوي مش خفيف قوي، وعملت منه احلى سندوتشات ممكن تجربوها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم نور، وباي باي.